الدبش مش اطيب قلوب ولا حاجه. الناس الدبش مش طيبين اصلا. اللي عنده المقدره ان هو يأذي الناس نفسيا كل يوم بكلامه من غير ما يحس بتأنيب الضمير ويبرر لنفسه باصله ان ده طبيعي، ده يا جماعه مش طيب. ده ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ربنا ربط غلظه القلب بفظاظه اللسان. يعني واحد بقى يجي يقول لي اصل انا بتكلم بتلقائيه، ما ببقاش عارف ان حد هيتاذى من كلامي ولا لا. فلو انت بقى شخص دبش فيا ريت ما تتفشخرش بالموضوع ده وتقول اللي في قلبي على لساني، علشان كده اكبر دليل ان اللي في قلبك زفت مش زي كلامك. ويا ريت تدرك ان في حاجه غلط ولازم تغيرها. فبالله عليكم بطلوا تعملوا من الشخص الدبش ده نموذج لطيبة القلب علشان هو بيسوق فيها. بطلوا تحولوا الصفة البشعة دي لصفة كيوت. عارفين ليه؟ علشان هو ما بيحاولش ان هو يغيرها. بطلوا تقولوا ان الشخص الدبش ده